السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق بقى القهوة كله يجمع هنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل تحلية رائعة جدا بقى بجد لعشاق القهوة. عندك كوبايتين لبن، هنعمل تحلية رائعة كده وخفيفة وسريعة كمان. بجد طعمها كريمي كده ولذيذ جدا ويدوب في البق. تنفع في اي وقت، تنفع في رمضان، تنفع في الصيف في الحر، في اي وقت بجد هتنفع التحلية دي. وسريعة جدا وسهلة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب. وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجب الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليق الجميل بيساعدني. لايك الحلو الجميل منك وشير كتير كتير عشان تعم الفايدة. ويلا بينا عشان نشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا. معايا كوبايتين من اللبن او الحليب على حسب ما انتي بتسميه بقى ببلدك. ومعايا نص كوباية من السكر. معايا معلقة من الدقيق، ومعلقتين من النشا، ومعايا معلقتين كمان من الكريم شانتيه. بتدي طعم تحفة جدا وكريمي كده، بتدي طعم رائع جدا. لو مش موجودة عندك حابة تستغني عنها ممكن تستغني عنها. معايا نص معلقة صغيرة من الفانيليا، ما يعادل، لو ما عندكيش الفانيليا السايبه تحطي ظرفين من الفانيليا. قلبت المكونات دي كده على الاول على البارد، وحطيت معلقه من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. وابتدي اقلب الاول كويس جدا على البارد، وابتدي احطها على نار كده متوسطه مع التقليب المستمر لحد ما تستوي معايا النشا والدقيق بتاعي. هنبتدي نعمل الطبقه التانية اللي هو عباره عن صوص الشوكولاته الاقتصادي. نص كوبايه من اللبن، واحط عليهم كمان نص كوبايه من السكر، ومعلقتين من الكريم شانتيه. معايا معلقتين كبار هرميين من الكاكاو، ده كاكاو اسباني. طبعا كل ما نوع الكاكاو يكون كويس كل ما هيديكي نتيجة وطعمها احلى. ومعايا ربع كوباية من الزيت نباتي، ويفضل كمان يكون الزيت ملوش اي ريحة، يكون نوعه كويس. كده مكوناتي كلها في الخلاط هضربها، تبقى سهلة جدا معانا. وانزل عليها بنص معلقة من قهوة سريعة الذوبان، وهضرب مكوناتي كلها في الخلاط. طبعا انا بنزل الحروف، كل اللي على الموجود على الحروف ببتدي انزله عشان يتخلط الخليط بتاعي ده، يتجانس مع بعضه يديني قوام كمان كويس، ينزل كل الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين في الخلاط. بس انا حبيت اوريهولكم هو شغال كده. طبعا الخليط ده كل ما هتضربيه كل ما هيبتدي يتقل معاكي. عايزاه يتقل اكتر كمان، يكون تقيل جدا كمان عشان تغلفي بيه الكيك او اي حاجه، تقدري تزودي كمان ربع كوبايه من الزيت، وتضربي كمان تضربي فتره اطول كمان. شايفين لونه حلو قوي ازاي؟ انا حبيت بس اوريكم اللون بتاعه وهو شغال كده الخلاط بتاعي. لمجرد دقيقه بالظبط وكان الخليط بتاعي ابتدى جاهز، ابتدى يتقل معايا كده الخليط بتاعي، الصوص بتاعي الجميل. هبتدي انزله بقى اوريكم السمك بتاعه. طبعا هو لسه في الاول، كل ما هيقعد كل ما هيتقل معاكي. هنزله كده معايا في اي حاجة تانية كده. طبعا انا هنزل كل اللي موجود معايا في الخلاط. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، بينفع في اي حاجة، طعمه رهيب بجد. عايزه تستغني كمان على اللي هي القهوه سريعه الذوبان وتسيبيه صوص شوكولاته كده، تستخدميه في اي حاجه تقدري تستغني عنها. بجد اعتمدي الصوص ده عندك في اي حلويات عندك، في اي مناسبه، جميل جدا. شايفين عامل ازاي؟ اول ما هيبرد هيتماسك معاكي وهيتقل معانا اكتر. نبتدي نشوف بقى ايه الكريمه بتاعتنا. بقيه التحليه بتاعتنا ما طبعا موجوده على النار. سما بتساعدني فيها وبتقلب، كانت شغاله تقليب على درجه حراره مهديه النار خالص وانا بعمل الصوص. وبعد كده انا هكملها معاكم. بصوا بقى انا فضلت اقلب تقليب مستمر عشان خاطر ما تلزقش معاكي وتعمل تكتلات. اهم حاجه التقليب المستمر وهي موجوده على درجه حراره متوسطه. اول ما تبتدي طبعا بصوا بتتقل معايا ازاي. اول ما بتعمل البابلز او الفقاعات بتاعتها دي، اعرف ان هي استوت كده معايا خلاص، والدقيق والنشا معايا استوى معايا. طبعا انا بحب احط دقيق فيها، لان الدقيق بعد كده ما بيخليها ما بتقعد، ما بتفكش معاكي، بتفضل متماسكه معاكي كده وزي ما هي. النشا ما بتقعد معاكي بتحس لما بتاخدي منها بتفك وتسيح، انما الدقيق بيدي تماسك معاها. كده خلاص بقت جاهزه معايا. هبتدي اجهز بقى الكوبايات البولات اي حاجه عايزه تحطيها معايا زي ما انت عايزه. لو حابه حتى تحطيها في صينيه او بايركس وتقطعيها هتتقطع معاكي وتطلع بعد كده معاكي ان الخليط متماسك جدا وجميل. انا حبيت حطيت كده مغرفتين في كل ايه كوبايه معايا او كل بوله زي ما انت عايزه.
انا بالظبط جم معايا 6 كوبايات، معايا المقدار بتاعي ده، الكوبايتين الحليب دول عملوا معايا 6 كوبايات. هبتدي انزل كده بوزع في الكوبايه بتاعتي، في الكوبايات بتاعتي. هو طبعا الخليط بتاعي تقيل لان انا عايزاه يبقى متماسك معايا. بصوا الصوص ابتدى يتقل ازاي، اديته تقليبه بقى كده وابتدي اوزعه على الكوبايات بتاعتي. عايزه اقول لكم المقادير اللي انا مديها لكم دي مظبوطه جدا بالظبط، يعني كفت معايا بالظبط 6 كوبايات. انا في الاول كده ابتديت انزل جزء جزء كده في الكوبايه، وبعد كده اللي فضل بقى كده نزلته ايه على بقيه الكوبايات بتاعتي ووزعته معايا. عايزه اقول لكم والله طعم التحليه دي رائعه جدا من غير حلفان بجد. والصوص ده طعمه رهيب جدا، وريحته كده جميله من الكاكاو. طبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم، نوع الكاكاو ونوع الزيت يكونوا كويس جدا. ما يكونش زيت طعام ليه ريحه او حاجه، انت ممكن اي نوع زيت بس ما يكونش ليه ريحه، يكون خفيف كده ما يكونش له اي ريحه. نزلت بقى بالصوص بتاعي ده كده. انا وزعت بقى بقيه الصوصات، بقيه الصوص اللي فاضل بقى كده على بقيه الكوبايات كلها كده. بصوا ما شاء الله شكله جميل ازاي. طبعا هو لسه سخن دلوقتي، بس بصوا شكله جميل جدا وريحتها حلوه. بجد المذاق بتاعته جميل جدا، بتدوب كده بوك. حطيتها في التلاجة بقى شويه كده تتماسك معايا او تبرد لمده نص ساعه. انا طبعا قعدتها حبه صغيرين قبل ما اللي انا وريتها لكم دي ما كانتش كملت بجد نص ساعه وكانت متماسكه معايا كده. انت قعدتيها في التلاجة كل ما تقعد اكتر كل ما تيجي تماسك كمان اكتر كمان معايا. شايفين جميلة ازاي؟ انا زوقتها كده بقى ببشر شوكولاتة مع كرات الشوكولاتة الكريسبي. اي زينة عندك، حتى لو سبتيها سادة زي ما هي جميلة جدا. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ومستنية تطبيقاتكم والكومنت بتاعكم الجميل جدا وتعليق الجميل الجميل. بجد نفسي اشوف تعليقاتكم الحلوة دي، واللايك الحلو من ايدك بقى، وشير كتير كتير عشان تعم الفايدة. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة، واشوفكم في فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته في رعاية الله وحفظه حبايبي. مع السلامة.